السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تدوسي على اشتراك بالزرار الاحمر وتفعلي زرار الكل عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك. وقبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى مش روتين، النهارده نقضي اليوم كله في المطبخ، هنعمل غدا محترم كده وهنعمل معانا حلو برضو. بس عايزه اقول لكم قبل اي حاجه، الفيديو ده متصور بس مش دلوقتي عشان محدش يقول لي مصوره امتى. انا الفيديو ده مصوره في رمضان، بس انا حبيت اديكم افكار للعزايم او للحاجات الحلوه مش اكتر. لكن هو الفيديو بتاعي طبعا ومصوراه في اجواء رمضانيه زي ما انتوا هتشوفوا كده. جبت بقى هنا معايا كده الحاجات بتاعتي اللي انا هعملها ان شاء الله. جبت معايا بطاطس وجبت معايا طماطم. طبعا الاسعار زي ما انتوا عارفين كانت مرتفعة جدا جدا، بس ربنا المستعان. جبت معايا الملوخية دي برضو. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل بطاطس وهنعمل ملوخية ورز كمان اهو شعرية. وهعمل معاكم برضو كمان لسان عصفور ان شاء الله. الفيديو تستفادوا منه يا رب كده ويكون خفيف عليكم. بصوا بقى الحلو معايا، انا جبت هنا كنافة وجبت لها بقى الحاجات اللي الحشو بتاعها ده زبيب وجوز الهند وفول سوداني. بس كده. وقلت النهاردة بقى برضو هعمل الصابون الجميل قوي ده. دي تركيبة صابون سايل. فوت كده على بتاع الصابون، جبت منه صابونة رويال، دي ريحتها جميلة جدا جدا، اللي ما جربهاش بجد ريحتها فواحة جميلة قوي قوي قوي. وجبت تركيبة الصابون دي، تركيبة جميلة بتعمل 6 لتر، وعملتها كذا مرة يعني عجبتني بصراحة. وجبت بقى معايا الفرختين الجمال دول بألف هنا وشفا. اول حاجة كده عملتها، حطيت حلة كبيرة كده على النار مقاس كبير، لان انا هسلق الفراخ زي ما هي مش هقطعها. حابة كده يعني اعمل تغيير شوية كده في التقديمة. زي ما انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق، فحبيت كده الاكل يبقى شكله جميل. بس كده. بدأت بقى ان انا اعمل هنا معايا العصير. العصير لازم لو انتوا هتعملوا بقى العزومة اللي عندكم، تعملوا الحاجات اللي هي محتاجة تتحط في التلاجة الأول علشان خلاص بقى كده تروح من بالكم خالص. جبت معايا هنا ده كركديه، هنقعه كده. ومعايا ده تمر هندي طبيعي، بجد طعمه فظيع، طعمه جميل جدا جدا. احسن من التمر اللي هو اللي بيتباع برا اللي بيبقى فيه ألوان وحاجات زي كده. لا ده تمر طبيعي وبجد طعمه جميل جدا. اللي ما جربهوش يا ريت يجربه بجد. احسن من التاني ده بكتير جدا. التاني محطوط له صبغه وملح ليمون وحاجات زي كده اللي هو بيتباع في العربيات بره. اللي محطوط له لون اسود ده بجد مش حلو خالص، ده احسن منه بكتير ومفيد جدا. انا جبت كده اخدت قطعه، ده بيتباع باللفه كده على بعضها. خدت حته كده ومعاها كركديه، وجبت ميه مغليه وهبتدي بقى انقعه واشيله خالص كده عشان خاطر على بال ما اجي اقدم الاكل بتاعي تبقى هو كده اتنقع. وازوده بقى ميه متلجه والسكر بتاعه. وكمان لو عندك فاكهه مجمده في الفريزر وحابه تعمليها عصير، طلعيها برضو من اول اليوم عشان تفك معاكي. انا طلعت كده مانجا من اللي انا مخزناها الحمد لله من السنه اللي فاتت، وجميله جدا وقاعده معايا زي ما هي، وطعمها مغيرش من الفريزر ولا اي حاجه. كنت شايلاها من الجلد كده ومقطعاها. وهنا برضو بدأت برضو اعمل الشربات بتاع الحلو بتاعي. برضو الحاجات اللي هي الحاجات الخفيفة دي لما تعمليها وتخلصي منها خالص وتركنيها على جنب، بتحسي ان انتي عديتي مرحلة كبيرة من الحاجات اللي بتاخد وقت معاكي، ممكن تعقدك يعني في اخر اليوم تربكك وحاجات زي كده. لو انتي خلصتيها من الاول بجد مش هتاخد معاكي وقت بعد كده، وهتحسي ان اليوم معاكي خفيف ومفيهوش حاجات تخنقك يعني. هنا بقى حطيت 3 كوبايات سكر وعليهم كوباية ونص مية. ده السيرب التقيل بتاع البسبوسة وبتاع
البسبوسة بتحب الشربات اللي هو التقيل ده، 3 كوبايات سكر على كوباية ونص مية ونص ليمونة. ولو عندك الجلوكوز كمان تضيفي عليها نص معلقة او معلقة، ده بيدي برضو قوام حلو للشربات. وهبتدي بقى احطه على النار كده، وهبتدي بقى اجهز بقى في الخضار بتاعي والاكل. لما تكون عندك عزومة كبيرة وانت لوحدك، حاولي ترتبي نفسك من اول اليوم وتشوفي انت هتعملي ايه في الاول وايه في الاخر. هتلاقي اليوم معاكي خفيف ومش متعب جدا. تحاولي تجيبي طلباتك قبل العزومة بيوم، لو عندك عزومة يعني حلوة كبيرة تجيبي طلباتك قبل منها بيوم، وتحاولي تجهزي لو في حاجات مش هتبوظ. حاولي جهزي من بالليل حاجات كده اللي هي تبات عادي معاكي. لو عزومة بسيطة بقى كده مش هتاخد معاكي وقت خالص، عادي هتبدأيها في أول اليوم، تشوفي تحددي بقى إن كان العزومة دي غدا أو عشاء. بس كده، يا رب أكون إن أنا بفيدكم لو بكلمة واحدة بس في الفيديو ده هيفرحني كتير. لو أقل حاجة تفيدكم دي هتفرحني. لو بتستفادوا من اقل حاجه في الفيديو بجد انا هفرح منكم كتير. بصوا بقى، انا هبتدي بقى اقطع كميه بطاطس كده محترمه لان انا هعمل نوعين. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. انا خدت كده البطاطس دي قسمتها كده على جزئين. عملت بقى هنا البطاطس دي صينيه، انتوا عارفين طبعا، وانا برجح اي عزومه صينيه البطاطس بتبقى بجد حاجه جميله فيها قوي، وفي نفس الوقت سريعه ومتاخدش وقت، وبيبقى شكلها جميل كده في العزومة. جبت البطاطس دي كده قطعتها بقى اللي هي البطاطس الصينية، والبطاطس التانية دي خليتها انا اقول لكم هعمل بيها ايه. البطاطس تقطعيها وسط، لا هي تخينة ولا هي رفيعة، عشان لو تخينة هتستوي معاكي بعد وقت طويل، ولو خفيفة هتتهري منك طبعا وهتتكسر على طول. بس كده هبتدي بقى اغسلها وهشيلها كده بحبة مية. وجبت بقى البطاطس التانية دي، عندي القشارة دي جميلة جدا اللي هي كذا حاجة في بعض. عملت منها الشيبسي. البطاطس دي انا هعملها شيبسي، هعملها كده للتزيين يعني. بجد لما تعملوا حاجة كده العزومة بالذات بتحتاج ان انتوا تزينوها. بتعملوا فيها افكار حلوة كده، بجد السفرة بيبقى شكلها جميل قوي حتى لضيوفك، بتشرفك قدام اي حد. خلصتها برضو كده وحطيتها بقى بمية بملح برضو. لو عندك برضو حبة خل وهتحطيها معاها بيساعد ان البطاطس تبقى مقرمشة اكتر. لكن نوعية البطاطس اللي انا جايباها دي هي بجد مش محتاجة اي حاجة، هي شيبسي بجد وبتبقى مقرمشة وناشفة. جبت معايا هنا الملوخية الجميلة دي، هبتدي اقطف فيها كده بالطريقة دي. لو وصلنا لهنا بقى تعالوا نصلوا على النبي، ما فيش احسن من الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هقطف بقى الملوخية زي ما انتم شايفين كده. انا الملوخيه من طبعي ما بحبش اعملها في الكبه او المفرمه. ما فيش احسن من الحاجه اللي احنا اتعودنا عليها من زمان، طبعا المخرطه وانتوا عارفينها، المخرطه بتاعتنا العاديه القديمه بتاعت امهاتنا وجداتنا، دي جميله جدا في الملوخيه. هبتدي بقى اخلص الملوخيه مع نفسي واشوف انا حطيت ايه على النار. كنت حطيت هنا الفراخ بتاعتي بتتسلق خلاص اهي، والبطاطس بدأت احمر فيها علشان خاطر ابقى كده برضو شلتها من دماغي واسيبها تبرد كده، عشان كل ما البطاطس بردت بتنشف اكتر وبتدي قرمشة اكتر. هبتدي بقى احمر البطاطس كلها اللي انا عملتها للتقديم، واشوف كده الفراخ برضو هشوفها لو هحط لها البهارات بتاعتها. انا حطيت ملح وفلفل وورق لوري والحاجات الجميلة بتاعت معطرات الشوربة دي، مستكة بقى وحبهان والحاجات الجميلة دي بجد بتدي طعم وريحة للشوربة جميلة جدا. سبت بقى الفراخ معايا تستوي براحتها خالص، هغطيها بقى كده تكمل سواها وهرجع بقى لبقية الخضار بتاعي.
الملوخية خلاص انا خلصتها. قطفتها كلها وهغسلها بقى واسيبها تتصفى. كنت جبت البطاطس هنا برضو بعد ما غسلتها، وفرمت كده بصليتين محترمين، وحطيت لها قرن فلفل كده وسط، لو حامي قوي ولا بارد عشان طبعا ولادنا وكده. وكنت عصرة طماطم معايا انا حطيتها، طبعا كنت حطاها في صينية واسعة عشان تاخد راحتها خالص في السوا. ما تدلقش منك من على البوتاجاز. تزودي شوربة براحتك، تزودي طماطم تبقى واخدة راحتها كده في السوا. حطيت بقى هنا معايا مكعب ماجي، وحطيت بقى البهارات بتاعتي، طبعا كل واحد زي ما بيحب يحط الاكله. انا حطيت هنا فلفل اسمر، وبحب احط لها بقى حبة كمون على حبة كزبرة. الحاجات دي بجد بتخليها طعمها حلو، وما نكترش قوي في البهارات، لان صينية البطاطس هي من طبعها بسيطة جدا، ما بتحبش الحاجات الكتير قوي. وكنت حاطة بقى الملح اهو معايا. هبتدي بقى ازودها كده حبة شوربة واسيبها على النار تستوي خالص براحتها، وهشوف انا هعمل ايه بعد كده. طبعا ان شاء الله الفيديوهات الجايه لازم هنعمل مع بعض روتين وتنظيفات وحاجات زي كده ان شاء الله. بس يا رب ما تملوش مني في الفيديوهات، وتكون بتعجبكم يا رب كده. واللايك، شايفين اللايك والاشتراك وتفعلوا زرار الجرس. يا ريت بجد اللي مشتركتش تشترك. عندكم اي عندكم اي تعليق حابين تقولوه لي وانا اعمله. اي فكرة يعني او اي حاجة، انا طبعا هبقى فرحانة جدا وهعملها معاكم. جبت هنا بقى الحاجات بتاعت الحلو. انا كده خلاص عملت صينية البطاطس، عشان بس افكركم، عملت صينية البطاطس والفراخ خلاص استلقت، وحمرت الشيبسي. وطبعا الملوخية انا بحب اعملها اخر حاجة خالص. بدأت بقى ان انا اعمل الحلو بتاعي. جبت كده جوز الهند والزبيب والفول السوداني، وقلبتهم كده على بعض. طبعا في ناس بتحب تحط سكر على الخلطة دي، انا بصراحة مش بحب كده. انا بكتفي بس بالشربات بتاع الحاجة، لان بيبقى مسكر جدا وبيبقى تقيل، فانا بكتفي بكده بس. جبت معايا بقى الحلو هنا هعمل كنافة. الكنافة طبعا حاجة جميلة جدا جدا، بس بتبقى محتاجة تتعمل صح. آه اتفرجوا على الفيديو ان شاء الله. طريقة الكنافة دي بجد جميلة جدا، هتعجبكم، بسيطة قوي 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 للبنات اللي هم مبتدئين ومالهمش في الحلويات قوي. الطريقة دي هتعجبكم، بس اهم حاجة يكون عندك صينية مربعة كده. انا بصراحة كانت ما عنديش صينية مربعة صغيرة او الحجم اللي انا عايزاه. جبت بقى الصاج بتاع الفرن الكهرباء بتاعي. مش هيقول لأ. لو اي حاجة تحاولي تتصرفي نفسك ما تقفيش عندها. جبت الكنافة دي، طبعا الكنافة دي جبتها اللي هي الكنافة الشرايط الطويلة طول، مش متقطعة. جبتها كده وبدأت افرط فيها. المهم اهم حاجة ما تنشفش منك عشان ما تتكسرش، تكون طرية وطازة كده بالطريقة دي. جبت الشرايط كده وبدأت اسحب بقى ايه، جزء جزء كده زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو. بص الحتت المقطعة دي برضو انا مش هرميها، وهقول لكم بقى هعمل فيها ايه في الاخر. بصوا قطعت شريط كده بسيط على قد الصابع اللي انا هعمله، وبدأت بقى ان انا افركه فركة بسيطة، بحيث ان الكنافة الشعر دي بتبقى ماسكة ببعض وملزقة، فانا بحاول بس افرطها كده عن بعض، بس ما تقطعوهاش او تخلوها تنشف منكم، هتتفرك معاكم لو نشفت وتتكسر. تحاولوا بقى تلفوها كده، بصوا زي الحبل بالطريقة دي، تكونوا ماسكين من جنب وتلفوا بالجنب التاني اهو. شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وبجد بتبقى مقرمشة ومش طرية من جوه ولا اي حاجة. دي اسمها كنافة صوابع. بجد من اكتر انواع الكنافة اللي انا حبيتها. ليه؟ لما بتيجي تطلعي وتقدمي بيبقى الصابع كده ماسك نفسه. بتقيسي بقى كده على قد الصينية، والزيادة بتقطعها بالسكينة، بس عشان الصابع ما يفكش معاكي. تجيبي كوبايتين كده وتحطيهم في اول الكنافة وفي اخرها كده بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي كده، علشان لو سبتوها كده طبعا هتفك ولا اكنكم عملتوا اي حاجة. لكن تحاولوا تزنقوها كده بالكوبايتين دول. كل واحدة تعملوها تحاولوا تزنقوها بالطريقة دي.
لما تخلصوا الكمية خالص، حتى لو الكمية مش مالية الصينية اللي معاكي او الصاج اللي معاكي، مش مشكلة. بيبقى خلاص كده، ممكن اول واحدة بس هي اللي تفك، وانا هقول لكم ازاي ما تخلوهاش تفك كمان. شايفين بجد سهلة جدا، وبيبقى يعني لما تحطها في عزومة كده بجد بتشرف. طبعا الحاجات دي احنا بنتشجع اكتر بنعملها في رمضان. في الايام العادية بقى بنعمل بقى البسبوسة، الكيكة، الحاجات التانية، لكن دي من طقوس رمضان. بس ما فيش مانع طبعا لو عملناها في الايام العادية، هي طبعا بتتباع طول السنة. جميلة جدا، جربوها مش هتندموا. اهو شايفين بتحاولوا تلفوها كده بالعكس، يعني مش بتبرموا ايد عكس ايد. بصوا انا كده خلصت بقى الكمية اللي انا هعملها صوابع. طبعا عشان اقفل الصينية ما خليهاش ان هي تتفتح، الصوابع بتاعتي تتفك، فانا جبت الكنافة وعملتها مبرومة زي ما انتم شايفين، وتحطوا حبة حشو في النص كده. برضو الطريقة دي جميلة جدا، انا وريتكم اهو طريقتين، اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه. وفي كذا طريقة لف الكنافة، مش طريقة او اتنين، ده كذا طريقة. شايفين بقى الحاجات المكسرة دي، انا مش هرميها، انا هعملها بقى زي الكنافة العادية خالص اللي احنا بنعملها في الصينية. شايفين اهي الكمية. طلعت كمية كويسة جدا معايا، من نص كيلو كنافة. وغير كمان اللي اتبقى معايا الحاجات المفرطة اللي انتوا شفتوها دي. طبعا كنت مسيحة برضو حبة سمنة محترمين، الكنافة من الحاجات اللي بتحب السمنة الكتيرة. سيحتها كده وبدأت ان انا احط عليها من فوق كده السمنة، لان طول ما سمنتها كويسة هي تتحمر معاكي كويس. وكده حطيتها بقى دخلتها الفرن، وقلت بقى هشوف انا هعمل ايه تاني. كان طبعا الشربات بتاعها خلاص برد معايا. جبت هنا بقى، بصوا كام فص توم كده، وقطعت عليهم قطيتين وفضيتهم كده، ما حطيتش عليهم ميه خالص. حبيت ان هي الطماطم تبقى تخينه معايا، ما حطيتش عليها ميه. حطيت عليها فلفل اسمر، وحطيت عليها ملح، ومعلقتين زيت بالطريقه دي كده، وقلبتهم. طبعا مش حابه ان انا ازود اي توابل بصراحه. هي كده كفايه، لان الفراخ واخده طعم التوابل اللي انا كنت حطاها فيها. وهبتدي بقى ادهن الفراخ بتاعتي. طبعا الزيت ممكن تستغني عنه، تحطي سمنه لو انت مش حابه طعم الزيت. انا بالنسبه لي عادي يعني. الزيت بيحمر اكتر من السمنه الوش بتاعها. فانا حبيت ان انا احط حبه زيت كده. ودهنت كده الفرختين كده الجمال دول بالطماطم. الخلطة دي بجد بتخلي الفراخ معايا طعمها بجد حلو. وكانوا معايا هنا بقى حتتين فراخ تاني، حبيت كده احطهم معاها برضو، اهو بالطريقة دي كده. دخلتها بقى الفرن برضو، هسيبها كده مع نفسها تاخد وتدي بقى براحتها، تتحمر براحتها. كنت خلاص كده قربت على الوقت بتاعي، بدأت بقى ان انا اقطع افرم الملوخية طبعا بالمخرطة. مفيش احسن من بصوا مهما في حاجات بتتطور معانا، طبعا ما في حاجات كده لا احنا ما نستغناش عنها، زي المخرطه دي. انا ما احبش، زي ما انا قايله لكم في اول الفيديو، ما احبش بقى الكبه والمفرمه والحاجات دي، انا احب المخرطه. خرطتها كده وقلت ان شاء الله هعملها وانا بقدم على طول عشان تبقى سخنه. كان هنا معايا بقى العصير بتاعي ده كده خلاص اتنقع، وشايفين بقى لونه عامل ازاي، جميل جدا كده. هنا كنت عصرته على الخلاط، والمانجا كمان عصرتها وبس. شايفين انا طلعت الكنافه برضو في وقتها كده. بس نصيحة، لما نحط الحشو بتاع الكنافة كده من فوق مش من جوه، ما نحاولش نحط زبيب، لان بصوا بيسود، بيتحرق، ما بيتحملش النار. جبت معايا انا الشربات، بصوا كانت احمرت شكلها جميل جدا. بدأت بقى ان انا احط كده عليه الشربات، وتحطوه كده تخلوه يشرب حلو قوي كده، ما تحطوش الشربات قليل. اي شربات بقى يتبقى منكم تحطوه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا عارفين السكر، بصوا يعني
معلقة السكر بقى لها تمن دلوقتي، تحطوه في برطمان زي كده وتحطوه في التلاجة. برضو من الحاجات اللي بحب اعملها في الاخر خالص زي ما انتوا عارفين الرز. كنت خلصت بقى معظم الحاجات وقلت بقى خلاص كده اعمل الرز والملوخية اخر حاجة خالص. اسهل طريقة طبعا للرز واسرع حاجة الرز بشعرية ده. الشعرية ما بتاخدش اكتر من 3 دقايق على النار. حمرتها كده الشعرية وحطيت عليها بقى الرز بتاعي. وهبتدي بقى اقلبهم تقلبتين كده في الرز والشعرية عشان خاطر يتشمعوا كده ما يبقاش معجن معايا. او تزوديه بقى، عايزة تزوديه شوربة، عايزة تزوديه مية زي ما انت عايزة. بصوا زي ما انتم شايفين بقى كده انا بديله تشويحة لازم كده على النار، بجد بيخلي الرز مفلفل كده وحلو. بصوا بقى انا زودته شوربة، بجد شوربة الفراخ بتدي طعم تاني خالص للاكل. بصراحة انا من عشاق شوربة الفراخ، يمكن كمان اكتر من شوربة اللحمة. بحبها بحسها كده ان هي مسكرة وحلوة. حطيت هنا بقى ما ظبطت الملح بتاعي، وفي مرقة صيني بيضة كده، دي بتدي برضو طعم جميل جدا للرز. اللي ما عندهوش يعني وحابب يجربها، هي جميلة جدا جدا. بتدي طعم للملوخية او البامية او الرز، بصراحة جميلة انا ما بستغناش عنها برضو. كنت حمرت بقى هنا معايا برضو لسان عصفور، وهبتدي بقى ايه ازوده معايا برضو الشوربة. اهو شايفين طبعا انا مش هسيبه يستوي خالص، هو نص سوا بس كده وهطفي عليه. هو بعد كده بيكمل سواه على النار. اهو بصوا كده كان الرز بتاعي خلاص قرب يستوي الحمد لله. جبت معايا الملوخية هنا. آه زي ما انتم شايفين بصوا جميله ازاي وخضره ما شاء الله بالف هنا وشفا يعني. بصوا انا بحاول اديكوا افكار، انتوا كلكم ما شاء الله عليكم شاطرين وزي الفل، وكل البنات دلوقتي ستات بيوت كويسين جدا. بس انا بحاول اديكوا افكار للبنات اللي لسه ما عندهاش فكره، او لو واحده محتاره تعمل اكل ايه، فاحنا بنحاول نشجع بعض. انا عن نفسي بدخل على النت وبحاول اشوف فيديوهات كتير بتشجع، بشوف فيديوهات جديده باخد افكار للاكل جديد. محتاره اعمل اكل ايه، بيشجعني ان انا اعمل وصفات. فانا اتمنى ان انا يعني باديكم كده وصفة جديدة، بديكم فكرة لأكلة جديدة. هو طبعا مش جديد بس للي محتار يعمل ايه في العزومة. اسهل حاجات ممكن تعمليها مش هتتعبك خالص. هنا كنت خلاص بقى عملت الطشة لان انا خلاص هبتدي بقى اقدم الغدا بتاعي او العشاء زي ما انتوا عايزين. هقلبه كده، بجد الريحة كانت جميلة جدا جدا. خلاص كده وهبتدي بقى اقطع الكنافة بعد ما شربت معايا الشربات بتاعها، بجد كانت جميلة جدا جدا ما شاء الله. تحاولوا بقى تقطعوا الصوابع كلها قد بعض عشان تبقى شكلها حتى العين كده متناسق وجميل. هبتدي بقى لو هي محتاجة تاني هزودها تاني شربات عشان مكان ما انا قطعتها كده. اه بصوا شايفين ما شاء الله عليها كانت جميلة جدا. اكتر نوع حبيته بصراحة في الكنافة بالطريقة دي كده. شايفين تقديمتها سهلة وبسيطة جدا جدا. كده بقى كنت خلصت كل الاكل بتاعي والحلو والعصير وكل حاجة والله، وما حسيت باي تعب لاني دخلت انا عارفة انا داخلة هعمل ايه، ورتبت نفسي من اول اليوم. قلت هعمل واحد اتنين تلاتة، بجد الترتيب في المطبخ ده حاجة جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين برضو الفراخ بصوا بقى لونها الله اكبر جميل جدا، اتحمرت من كل ناحية. وجبت بقى الشيبس بتاعي الجميل ده. طبعا انت لو البطاطس عندك مش هتبقى كويسة زي كده ممكن تجيبي كيس شيبسي لو واحد بس ب5 جنيه. لو مش عايزة تحطي شيبس خالص ممكن تفرشي بقى ربطة بقدونس كده تجيبيها تقطعيها. البقدونس برضو بيدي ريحة جميلة جدا للحوم والفراخ والحاجات دي. بس انا حبيت اغير كده وحبيت كده ان انا احط شيبسي يدي شكل جميل والولاد يحبوا يقرمشوه كده في الاكل. عشان برضو ندلع ضيوفنا كده حبايبنا. لما نعمل عزومة كده ما نعملهاش كده وخلاص.
سد خانة يعني، لا نعملها بكل حب كده ونفرح باللي داخلين علينا عشان يفرحوا بينا. وقدمت بقى كده الاكل بتاعي، شايفين ما شاء الله. المخلل ده انا عاملاه مش شارياه، وكده خلصت لسان عصفور ثبته كده في المجات الجميله دي. والملوخيه بجد كانت ريحتها جميله، والرز كمان، وصينيه البطاطس هي كانت احمرت معايا. وكده كان الاكل كله معايا خلص، بسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما تكونوش مليتوا مني، واكون قدمت لكم افكار جديده وشجعتكم كده للفيديوهات. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. كده كنت قدمت بقى الاكل بتاعي ولميته، وقدمت بقى الحلو بتاعي. كان عندي الحمد لله من فضل ربنا عليا الفاكهه، وعملت العصير، وادي الحلو بتاعي. والحمد لله يعني بألف حمد والشكر لك يا رب. ربنا يجعل بيوتنا يا رب عمار دايما. آه قدمت بالطريقه دي كده، كل واحد طبقه وكوبايته والفاكهه بتاعتنا الجميله. واشوفكم يا رب على فيديو جديد ان شاء الله.